وصلنا معاكم لحد ما فينيسيوس راح ريال مدريد، بس مشكلته ان هو ما بيعرفش يجيب اجوان كتير، بس الولد حريف قوي شكله هيتطور. فهو ده اللي احنا قلناه في الجزء الاول، بس احنا حكينا القصه من الاول خالص، من اول طفوله فينيسيوس لحد ما قدر ينضم لريال مدريد. ففي الجزء الاول هتلاقي الكلام ده، فيا ريت ترجع له لو عايز تمشي معانا في القصه واحده واحده. ولو انت اتفرجت على الجزء الاول احب اقول لك يلا بينا نبدا الجزء الثاني. بس قبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد. غير كده احنا حاكين قصص كتير جدا عن لعيبه، عن مدربين، وعن انديه، وعن معجزات في الكوره. فلو عايز تتفرج قلب في القناه هتلاقي كل الكلام ده موجود، واحنا مقسمينهم كمان بلاي ليست لكل حاجه منهم. خلينا نبدا بسرعه ما اطولش عليك اكتر من كده، وقصه حياه فينيسيوس جونيور الجزء الثاني والاخير. اول حاجه انا اسف على صوتي ده، لان بصراحه عندي برد جامد جدا، بس الفيديو ما كانش يستحمل اي تاخير، عشان كده ما رضيتش استنى اما اخف واعمله. انا قلت اعمله لكم على طول عشان يبقوا جزئين ورا بعض وان شاء الله يعجبكم. فوصلنا بقى ان فينيسيوس راح ريال مدريد بالظبط يوم 20/7/2018 عشان تمت 18 سنة، وده سن الانتقال الدولي. وفينيسيوس لبس الرقم 28. فينيسيوس أول ما راح عشان يحموا اللاعب من الصدمة الحضارية بين الكرة الأمريكية اللاتينية وبين كرة أوروبا، قال لك لازم الأول يلعب في الكاستيا أو ريال مدريد ب. وفعلا كان بيلعب مع مدربه سانتياغو سولاري وقتها، واحفظ الاسم ده كويس هنرجع له بعديها بدقيقتين ولا حاجة. المهم فينيسيوس لعب 5 مباريات مع الكاستيا، سجل 4 أهداف. وقتها لوبيتيجي كان بيعاني في النتائج. لوبيتيجي هو مدرب ريال مدريد بقى الفريق الاول مش الكاستيا، قال لك احنا بنعاني من نتائج وحشه، لازم نستعين ببعض الشباب. واول واحد من الشباب المميزين هو فينيسيوس جونيور. ده الراجل مدفوع فيه 46 مليون يورو زي ما قلنا في الجزء الاول. فبعد ما تصعد قدر يلعب اول مباراه ليه يوم 29/9 سنه 2018 او 29 سبتمبر بقى، بعد قدومه بشهرين و9 ايام بس قدر يتصعد للفريق الاول. ولعب اول مباراه، او مش اول مباراه، اول دقايق، لانه نزل في الدقيقه 87 قدام اتلتيكو مدريد في المباراه اللي انتهت بالتعادل 0-0. وقتها كان ريال مدريد لسه متعاقد مع ايدن هازارد عشان يعوض كريستيانو رونالدو. انت مستوعب الاسم اللي عايزينه يعوضوه، بس قال لك معانا شباب، معانا هازارد، ممكن نعوض تاثيره الى حد ما باننا نقسم التاثير على الفريق كله. ولكن ده ما كانش بيحصل، وكان ريال مدريد بيعاني. وفضل يحاول فينيسيوس جونيور ويتدرج في دقائق المشاركه، وجي مدربه بعد سوء نتائج لوبيتيجي وجهوا له الشكر، وجابوا مدربه المحبوب بالنسبه له هو سانتياغو سولاري، واعتمد عليه بشكل اساسي لحد ما يتعاقدوا مع مدرب. وقدر في تاريخ 31 اكتوبر بعد لعبه مع الفريق الاول بشهر واحد ويومين تقريبا انه يعمل اول مشاركه ليه كاساسي في كاس ملك اسبانيا، وتحديدا كانوا بيواجهوا فريق ميليلا في الدرجه الثانيه. قدر يصنع هدفين في المباراه دي، وكمان خد رجل المباراه، ده كله في اول مباراه اساسيه بس. وبتاريخ 3/11 قدر يسجل اول هدف ليه بعد 10 دقائق من نزوله من على الدكه ضد بلد الوليد او ريال بلد الوليد. بالمناسبه النادي ده بتاع رونالدو الظاهره. والموسم ده كان موسم صعود، فما نقدرش نحكم على فينيسيوس جونيور او رغم ارقامه القليله، لانه كمان تعرض لاصابه خطيره جدا اما كان بيلاعب اياكس يوم 6/3 2019. والاصابه دي انهت موسمه، وكده الموسم الاول لفينيسيوس جونيور مع ريال مدريد لم يقدم اوراق اعتماده بعد مع الفرقه. وكده نقدر نقول انه سجل 4 اهداف في موسم شارك فيه في عدد قليل من الدقايق، فالدنيا لسه مش احسن حاجه عشان نحكم عليه. بيبدا موسم 2019 2020 ورجع فينيسيوس من الاصابه، وبقى بيتفنن في اضاعه الفرص. مش بيسجل، لا بيتفنن في اضاعه الفرص. مش عارف يحط الكرة في الجون. فينيسيوس مش عارف يلعب مع الفريق، لدرجه انه ما سجل مع اوساسونا بعد تضييع كم غريب من الفرص. قعد يعيط من كتر الضغط اللي اتحط عليه، وكمان تريقه الجمهور عليه وتريقه السوشيال ميديا كلها عليه بصراحه. والموسم فضل مكمل بنفس الشيء، فينيسيوس يضيع، الناس تتريق، يجيب جون بعد غياب. وفضل المنوال ده مكمل 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 لدرجه انه سجل بس 5 اهداف في 38 مباراه في موسمه الثاني، وده رقم قليل جدا جدا على صفقه بيقولوا عليها انها تبقى خليفه بيليه. لكن اللي صبر جمهور الريال شويه انه هو سجل في الكلاسيكو امام برشلونه، وبقى اصغر لعيب يسجل في الكلاسيكو. طبعا الكلام ده وقت 2019 لان الارقام اتضربت واتكسرت خلاص. المهم ان هو الجون ده خلاهم يستعيدوا صداره الدوري وياخدوا الدوري، فقال لك مفيش مشكله نخليه تاني، الولد شكله وشه حلو مش اكتر. فبنبدا موسم 2021 وبيسجل بس فينيسيوس 6 اهداف، تحسه ما بيفكرش. وعلى العموم 13 مساهمة في لاعب بقاله كده 3 سنين. احنا بنتكلم 6 في 5 في 4،
انت كل موسم هتزيد لي جون، يعني انت ما جبتش 20 جون مع الفرقه 3 سنين، ده كتير قوي. احنا بنتكلم في ثالث موسم، انا الموسم الثالث حتى ممكن اعيد لك نفس الكلام، بيتفنن في اضاعه الفرص. فينيسيوس مش لاقي الكوره يحطها جوه الجون، فينيسيوس مش عارف يلعب مع الفريق، بيرقص واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ويحط الكوره بره، ما بيبصيش لزمايله. لحد في مباراه بروسيا مونشن جلادباخ جه بنزيما وقال للمندي ما تبصيش لفينيسيوس، كان الكلام قدام فينيسيوس، فينيسيوس بيلعب ضدنا، لدرجه ان ريال مدريد حتى ما انتقدش كريم بنزيما على الكلام ده، بل شجعه، لان فينيسيوس كان بيقدم سوء غير مبرر، بيقدم مستوى تحت الارض. فتحس ان فينيسيوس انفجر بعد التصريح ده، فينيسيوس شاف تطور رهيب في مستواه، بقى يركز اكتر، يباصي لزمايله، يلعب، بس الاهداف ما كانتش بتيجي برضه، لانه كان بيجتهد واحده واحده، والفريق ما كانش بيمر باحسن حاله ليه على الاطلاق. بس في مباراه الليفر قدر يسجل هدفين اتنين في دوري الابطال، بعديها كمان الفريق خرج من دوري الابطال على يد تشيلسي في موسم الكورونا، بس الفريق بعد ما طلع بموسم صفري ما ساعدهوش اطلاقا الموسم ده انه يثبت انه بدأ يتغير ولو بطريقه بسيطه. طب فين بقى مع منتخب البرازيل؟ الراجل على حسب كلامنا لعيب دولي، منتخب البرازيل هو اتصعد، بس البرازيل لعب نهائي الكوبا قدام الارجنتين وخسروا، وطبعا عارف ان مكان فينيسيوس بيلعب فيه نيمار جونيور اللي مش هيسيب مكانه لحد طول ما هو سليم، وبيبقى وحش كاسر مع البرازيل، ففينيسيوس بيستنى على الدكه وما بيقدرش ينزل ويثبت نفسه كالعاده، ومنتخب البرازيل بيخسر الكوبا امام اعين فينيسيوس جونيور اللي ما كانش مؤثر اصلا في الكوبا. واللي كان بيحصل في الريال ما كانش بيحصل مع فينيسيوس جونيور لوحده، نتائج سيئه، فاضطر زيدان انه يستقيل قبل ما يتم اقالته بكل شياكه، قال لهم انا ماشي ومش هقدر اكمل ومش عارف اشتغل في الظروف دي مع ريال مدريد. فبيجي بقى واحد من الحرس القديم كارلو انشيلوتي، فالنتينو بيريز بيقول له ما تيجي نرجع الامجاد، قال له يلا نرجع الامجاد. فالمهم عشان نتكلم على صلب الموضوع وهو فينيسيوس، ان هو اول ما شاف انشيلوتي اداله حريه كامله لمهارته على الناحيه الشمال، زائد مستوى هازارد ده المزري، خلى فينيسيوس جونيور يتشجع اكتر ويلعب اكتر واحسن ويأدي بطريقه اروع من الاول. انشيلوتي بقى يديله حريه مبالغ فيها، بقى يتحرك على الطرف لوحده، بقى يرقص لوحده، بقى عنده قرارات جريئه اكتر امام المرمى، فبالتالي اكتسب الثقه اكتر ان هو يلعب بطريقه احسن. انا هقول لك، انت مش قلت لي ان فينيسيوس ما بيجيبش جوان يا عم احمد؟ جايب 6 في 5 في 4، يعني مجموع كام؟ 15 جون. فينيسيوس الموسم ده مع انشيلوتي مسجل بس في اول موسم مع انشيلوتي 20 جون وصنع 22 اسيست، مساهم في 42 جول في 52 مباراه، يعني فينيسيوس لاعب الموسم ده بس 52 مباراه مساهم فيهم ب 42 جول، وكمان نسخه مرعبه خلتهم ياخدوا الابطال، طبعا بقياده نجمهم الاول في الوقت ده كريم بنزيما اللي خد الكره الذهبيه، وكمان سجل على السيتي في الريمونتادا، وكمان كان حاسم في ريمونتادا باريس وريمونتادا تشيلسي، وفي النهائي هو اللي مسجل هدف الفوز. يعني انت بتتكلم على لعيب قدم كل حاجه في الموسم ده في دوري الابطال بعد بنزيما، زائد ان هو كمان مسجل اهداف كتيره في الدوري خلتهم ياخدوا الدوري ودوري الابطال ياخدوا الثنائيه. فاحنا بنتكلم على اداء محترم من فينيسيوس جونيور السنه دي، خليك يقول لك لا الجناح ده فعلا شكله احسن جناح برازيلي ونيمار هتروح عليه. حتى دوري الابطال نفسه اعترف بالكلام ده وخد جايزه افضل لاعب شاب في دوري الابطال، فكده بيكون موسم مثالي لفينيسيوس جونيور. فبندخل بعديها الموسم 22 23، فينيسيوس جونيور بدأ التألق بقى، فينيسيوس عمل حاجات غريبة جدا، بيدخل يرقص ويجيب اجوان والدنيا تمام، بيفاجأ بهتافات على لون بشرته وكمان على طريقة لعبه، وبيشبهوه بالقرد لان هم عايزين يخرجوه بره عن تركيزه، وفعلا فينيسيوس بيخرج بره تركيزه لان هو مش متعود على الكلام ده في البرازيل، لان مفيش عندهم لون بشره مختلف، عندهم البيض عندهم السود، فالموضوع بسيط. انما في اسبانيا لقوا لعيب بيتضايق من حاجه هيفضلوا يعملوها لحد ما يتضايق اكتر واكتر وهو بيستجيب لهم، فبقى اداؤه يتاثر وبقى يشتبك مع الجمهور، وبقى في حاجات غريبه جدا، بيخرج عن تركيزه في المباريات رغم ان هو بيقدم لسه موسم حلو برضه مع قله تركيزه دي. المهم ان فينيسيوس جونيور كمان ما بيجلوش الاتهامات ولا التشبيهات الخاطئه دي من بس الجمهور، لا كمان بدأ الموضوع يوصل للمدربين اللي بيتريقوا على لونه، حتى الاعلام بدأ يقول له ما ترقص قدامنا كده. في مباراه اتلتيكو وريال مدريد قال له ما ترقص زي القرود قبل ما يجيب الجون، فينيسيوس بيروح ملعب اتلتيكو ساعتها وبيجيب جون وبيرقص برضه عشان خاطر يرد عليه، بس اللي بيحصل ان هو بينهار في ملعب المستايا في المباراه الشهيره جدا اللي اتقفل بسببها مدرج كامل بسبب الهتافات على فينيسيوس والتريقه على لون بشرته. يعني هم ما سابوهوش في حاله المباراه دي لدرجه انه راح يتخانق مع الجمهور واتطرد في المباراه دي. بيريز ما سكتش، راح بعديها رفع قضيه على فالنسيا كسبها واتغرموا 45,000 دولار
وفي 7 مشجعين اتقبض عليهم في المباراه دي، وكمان مدرج زي ما قلت لك اتقفل، مدرج كامل في فالنسيا اتقفل في ملعب المستايا. الكلام ده كله خلى فينيسيوس ما يقدمش احسن سنه ليه مع ريال مدريد، واحنا بنتكلم اساسا على تطور في عدد الاهداف، مع ان انا بقول لك ما قدمش احسن سنه ليه مع ريال مدريد لانه هو ساهم في 33 جون بس، مع انه جايب 23 منهم و10 اسيستات، لانه مش مركز عشان خاطر الهتافات اللي بتتقال حواليه، بيبص الهتافات بقى مركز معاها، يا ترى مين هيتريق عليا النهارده، يا ترى مين هيجيب سيره بشرتي، يا ترى مين هيجيب سيره لوني. انا عارف ان الكلام ده كله غلط، وعارف ان الجماهير اول ناس وتاني ناس وتالت ناس ورابع ناس غلطانه في الموضوع ده، لكن فينيسيوس المفروض ما يسلمهمش دماغه. يعني انت هتيجي تسالني انا هقول لك ان الجمهور مش معصوم من الخطا، لا الجمهور لازم يتعاقب، ولازم يتعاقب على الافعال دي لانها افعال اقل ما يقال عنها انها قذره، لكن فينيسيوس سلم دماغه ليهم. المفروض فينيسيوس هم بيعملوا كده عشان يخرجوك من المباريات، انت بتخرج من المباراه فعلا بالكلام ده، انت بتديهم اللي هم عايزينه، لا كمل في طريقك وخد حقك، يعني خد حقك قانوني، خد حقك اي حاجه، بس كمل في طريقك، سجل اهداف، احتفل، العب اكيد مفيش حاجه. بس الناس دي هي اللي غلطانه 100%. انا مش هجيب الغلط على فينيسيوس، انا بقول لك ان فينيسيوس بيخرج عن تركيزه فبيديهم اللي هم عايزينه. المهم الموسم خلص بعد 33 مساهمه، بيبدا الموسم الاخير اللي بنحكي فيه 2023 2024. الموسم ده ممكن نقسمه على جزئين، جزء ما قبل السوبر وقبل ما فينيسيوس يصفي دماغه خالص، وجزء ما بعد السوبر وهو تحول فينيسيوس لوحش كاسر. خلينا نبدا بالجزء اللي هو قبل السوبر. فينيسيوس قبل السوبر كان بيتصاب كتير، كان مسجل يا دوبك 4 اهداف في الدوري وكان بيتصاب، وكان النجم الاول طبعا هو قدوم بلينجهام اللي عمل كل حاجه في الدور الاول من الدوري، كان بيسجل في كل مباراه تقريبا وبيعمل احتفاله المشهور. حتى في الابطال ما كانش احسن حاجه فينيسيوس جونيور في النص الاول، لحد ما جت مباراه السوبر ورجوعه من الاصابه في يناير 3 يناير ولعب اول مباراه مع الليجا، بس بعديها لعب السوبر اللي جايين نتكلم عنه نص النهائي، ما ظهرش بشكل مطلوب، لكن في نهائي السوبر قدر يسجل هاتريك كامل امام برشلونه. انت مسجل هاتريك في الكلاسيكو، دي حاجه كبيره ومرعبه، موسم بيدل ان هو هيبقى فيه انفجار، وما حدث هو انفجار فعلا، لان فينيسيوس بعد ما قلت لك جايب 4 اجوان ومش احسن حاجه في الدوري، مخلص الموسم كام بقى 35 مساهمه في 39 مباراه، يعني انت بتتكلم تقريبا كل مباراه مساهمه، وده بقى خلاه يتحول لآلة تسجيل. تخيل مسجل في النهائي ومسجل هدفين في نص النهائي، ما سجلش في ربع النهائي بس صنع هدفين في مباراه واحده امام مانشستر سيتي اللي خلصت 3-3. فينيسيوس تحول لوحش، غير انه سجل 15 جون في الدوري، غير الصناعات اللي عمال اكلمك عنها اللي خليته مساهم في 35 جون في 39 مباراه، مؤثر في كل مرحله من الريال في الابطال، مؤثر في كل مرحله مهمه للريال في الدوري، في نهائي السوبر جايب هاتريك وجايب بطوله السوبر يعتبر لوحده. فده خلى ايه اللي يحصل بقى، ان فينيسيوس يترشح للكره الذهبيه طبعا بلا جدال طبعا. انما ايه اللي حصل غير كده، ان اللي كسب الكره الذهبيه رودري، يعني مفاجاه صح مش كده، مفاجاه. فينيسيوس عمل كل حاجه، موسم احسن من موسم رودري بكتير من وجهه نظري الشخصيه، مش بكتير قوي، لكن اللي حصل هنا خليني افهمك ليه فينيسيوس خسر. مش مؤامره على فينيسيوس، مش مؤامره على بريز، مش اي حاجه. اللي حصل ان فينيسيوس خسر الكره الذهبيه ببساطه لانها بالتصويت. هتقولي طب ما يصوتوا لفينيسيوس ما دام كده، لا التصويت بيجي من صحفيين من كل بلاد العالم بيصوتوا، وعشان تعرف يعني ايه صحفيين لازم تعرف ان القوه الاكبر من الصحافه في انجلترا واسبانيا. وهنا فينيسيوس كان غلطان غلطه كبيره جدا، ان هو قال هذه ليست كره قدم، هذه الا ليجا، يعني اللي بتتلعب عندكم مش كوره، عشان انتوا كل الناس بتهتف ضدي وما بيتكلموش عن الكوره، بيتكلموا على لون بشرتي. انت صح يا فينيسيوس بس الطريقه غلط، لان انت عاديت الصحافه كده، ما خدتش حقك، انت كده بدل ما تعادي حد بقت تعادي 2. فينيسيوس عاد الصحافه، والصحافه الاسبانيه قالت لك طب تعالى بقى احنا هنكسب الاسباني بتاعنا رودري. انا عندي واحد اسباني ليه؟ طب مع ان كارفاخال كان مترشح، بس ليه رودري اللي كسب؟ لان هو ما قال كده الصحافه الاسبانيه والصحافه الانجليزيه ببساطه يقودون الصحافه الاوروبيه، فاتفقوا مع بعض ان اللي هيكسب رودري من الاخر، لان رودري اسباني بيلعب في انجلترا، وفي نفس الوقت انا الصحافه الاسبانيه عايز اكسب واحد اسباني، فايه رايكم نكسب رودري؟ كارفاخال مش بيجمع بين الميزتين، بلينجهام انجليزي بس بيلعب في اسبانيا العكس، فانا هصوت له ليه؟ انا عايز اللي يكسب اسباني بيلعب في اقوى دوري في العالم كما يقولون. مشاكل فينيسيوس الكتير بره الملعب خلت ان صحافه البرازيل ما تختارش فينيسيوس اساسا، خسر بسبب حاجات بره كره القدم، لانه جوه كره القدم كان بيقدم احسن موسم في حياته. ففينيسيوس هي دي قصته باختصار، ان انا صنعت وحش ما بيقفش جوه الملعب، بيقف من حاجات بره الملعب. فينيسيوس لو دماغه في الكوره بس وما ركزش مع التفاهات اللي بتتقال حواليه، هو فعلا احسن لاعب في العالم، بس خسرها لانه هو خسر نفسه الجايزه، هو خلى كلامه كله منصب بره الملعب. بس انت بتاخد حقك بالطريقه الغلط، انا ما بغلطش فينيسيوس اطلاقا، انا بقول الطريقه هي اللي غلط، على رد يعني قاسي، رد بيتهمه ان هو مثلا عشان بشرته مختلفه تبقى انت مش لعيب كويس، عشان بشرتك ما ينفعش ان انت تتهمني بحاجه. هتقولي طب ما رونالدينو كسب، مع ان رونالدينو مثلا نفس لون البشره ونفس البلد اللي جاي منها، وكمان كان بيقعد يستعرض مهاراته، بس رونالدينو كان دماغه جوه الملعب فقط،
ما كانش بيتهم حد بحاجه، ما بيقولش للصحافه انتوا ما وقفتوش جنبي، ما بيقولش للاعلام انتوا مش اعلام حيادي، كان بيخليه في شغله بس، والعدل هياخد طريقه. عنده مثلا لجنه محامين في برشلونه هتجيب له حقه. نفس الكلام لفينيسيوس، كان المفروض يسلم نفسه للوكاله القانونيه بتاعت ريال مدريد، هي هتتولى الموضوع ده وهتقفله له. كان زمان واخد الكره الذهبيه وبيفرح بيها وبيتصور جنبيها لحد دلوقتي، لدرجه ان هم كانوا عايزين يذلوه يجيبوه الحفله ويخسروه. فاتمنى اكون وصلت للي عايز اقوله. بس كده، هي دي قصه فينيسيوس، قصه صعود، بس كان نفسي انهيها بشكل احسن، هو معاه صوره الكره الذهبيه بس ما حصلش. وهي دي قصته اللي لازم كله يعرفها. ولو عجبتك القصه ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان يوصلك كل جديد، واستنى مننا كل الفيديوهات اللي جايه. ولو في فيديو نفسك اعمله يا ريت تقول لي، وسلام عليكم.